ايه ده انت ما بتفهميش يا ست؟ انت كبرتي وخرفتي ولا ايه؟ خدي الفلوس ديت، مش عايزه اشوف وشك تاني. لو مش قادره على الشغل ما تشتغلش، ما تقعد في بيتها معززه ومكرمه. ولا ايه رايك يا حسام؟ شايف امك بتتبهدل وتتهان قدامك وانت ساكت؟ بقول لك ايه، اكنسي بالراحه، التراب جاي هنا وكل العفار جاي هنا. الله. حاضر معلش هكنس بالراحه اهو. نهى كلمتني كتير عنك وعن اخلاقك، وقالت لي انك شاب ممتاز ومحترم، وقالت لي انك عايز تتقدم لها. انا فعلا طلبت قبل حضرتك عشان عارف ان انت اختها الكبيره اللي ربيتيها بعد وفاه والدك ووالدتك الله يرحمهم، عشان طبعا يشرفنا نتقدم لنهى. بص يا حسام، انا هعرفك بعيلتي واحنا ولاد مين. بابا كان شغال في مجال الاستيراد والتصدير، وكان رئيس مجلس اداره شركه كبيره. ووالدتي كانت ست مهندسه برضو، يعني ليها وضعها في المجتمع. انت بقى باباك ومامتك شغالين ايه؟ انا والدي الله يرحمه كان شغال في التجاره. ومامتك شغاله ايه؟ امي، لا انا امي الله يرحمه. ايه ده يا حسام، انا اول مره اعرف ان مامتك متوفيه. انت كنت قايل لي باباك بس. انا اسف يا نهى، ما جاتش الفرصه ان اقول. ايه ده؟ قولي لها بقى تبطل كنس، ايه القرف دوت؟ ما تخلص بقى، قولي لها يلا تمشي. طب خلاص يا كان بس بالراحه شويه. معلش هكنس بالراحه اهو. طب ماشي يا زهر. سيبك من الكلام دوت، حاجه تقرف. بقول لك ايه يا حسام، سيبك من كل دوت. انت بقى شغال ايه؟ ظروفك ايه؟ ايه وضعك يعني؟ حسام ايه؟ وقف يا حبيبي. ايه لا. سرحان في ايه؟ مالك؟ انت كويس؟ انا كويس، انا تمام. اجيب لك عصير؟ اجيب لك اي حاجه؟ لا انا تمام الحمد لله. بقول لك ايه، تعالي شيلي لي الصينيه اللي هنا. مالك يا حاجه؟ ما تشيلي الحاجه، انت مالك واقفه بصلنا كده ليه؟ حاضر. ايه ده انت ما بتفهميش يا ست؟ انت كبرتي وخرفتي ولا ايه؟ ليه من القرف ده؟ سالي انت ازاي بتزعقي لها كده؟ دي ست كبيره. يعني ايه ست كبيره؟ بقول لك ايه، لو مش قادره على الشغل ما تشتغلش، ما تقعد في بيتها معززه ومكرمه. ولا ايه رايك يا حسام؟ انا اسفه يا ست هانم، معلش حقك عليا، ما كنتش اقصد والله. ما تخلصينا بقى، انت هتفتحي لي موال؟ انجزي يلا وشيلي الصينيه ديت وامشي. معلش يا استاذ سامي، اتفضلي يا امي. حسام، ما شفتش الربع جنيه اللي انا كنت شايلهم تحت المخده؟ معلش بقى يا ام، انا خدتهم. خدتهم ايه يا ابني؟ ازاي ده؟ انا كنت هدفع منهم الايجار بتاع الاوضه. يا ست الكل، انا كنت رايح مشوار مهم وجبت بيهم القميص والبنطلون دول. خلاص قميص وبنطلون ايه يا ابني؟ امال هناكل ونشرب منين؟ ولا هدفع الايجار منين؟ يا لهوي على الموال الازرق. ده انا كنت شايله 200 جنيه للاوضه و200 جنيه هناكل ونشرب بيهم يا ابني. ده انا طفحانه بيهم الدم، حرام عليك. انا هخلص شغل المطبخ استهاني وهمشي. عايزه مني حاجه؟ روحي نضفي الحمام قبل ما تمشي. بس انا ما اتفقتش معاك على الحمام، انا اتفقت معاك على المطبخ بس. نعم يا حبيبتي. هو ده بقى ايه؟ شغل برايفت خاص بيكي ولا ايه؟ انت يا حبيبتي هنا خدامه، تشتغلي اللي انا اقول لك عليه تعمليه. انا خدامه وبني ادمه زي بس مش من حقك ان انت تفهميني. بعد اذنك اديني حسابي خليني امشي. انت اتجننتي؟ انت بتقارني نفسك بيا انا؟ بقول لك ايه، خدي الفلوس ديت، مش عايزه اشوف وشك تاني. ايه القرف ده؟ كفايه كده يا سالي، من امتى انت بتعاملي الناس كده؟ في ايه؟ بقول لك ايه يا نهى، كل واحد يا حبيبتي يتعامل على حسب وضعه الاجتماعي وبرستيجه، تمام؟ بقول لك ايه، انت هتنضفي جوه البيت وكمان السلالم والحمامات، واللي انا اقول لك عليه تعمليه، مفهوم ولا لا؟ ما ترد يا عم حسام. شايف امك بتتبهدل وتتهان قدامك وانت ساكت عشان تلبسك وتصرف عليك وتوديك احسن جامعه؟ شايف يا حسام اللي بيحصل لي؟ وكمان قايل لهم ان انا ميته. لا مش كده والله يا ماما، مش قصدي. امال ايه؟ مش انت بتستعر مني؟ طول عمرهم الناس شايليني في دماغهم الا انت. كسرتني وانت ابن بطني، كسرتني قدام الناس كلها، وكمان بتقول لهم ان انا مت. والله العظيم يا ماما قصدي، حقك عليا. انا عارف انا تعبت كتير وعذبت كتير عشاني، حقك عليا، انا سبب في كل ده، سامحيني بالله عليكي. انا مش غلطانه يا ابني ان انا اشتغلت عشان اساعد البيت واساعدك انت وادخلك احسن جامعه عشان اصرف عليك، وانت كمان مش عايز تساعدني ولا تشتغل. انا ما كنتش غلطانه يا ابني. انا مظلومه للناس عشان اخد منهم الفلوس دي. ياه انا زهقت بقى من الموال كل يوم ده. انا نفسي اسالك سؤال بقى. انا بقول لما تكبر هتشتغل وتريحني. انا عايزه اعرف انت ما بتشتغلش ليه ولا انا مش هشتغل دلوقتي، ما هتشتغل انت يا ابني؟ اشتغل انت بقى، اشتغل انت بقى، ما تصدعنيش بقى، حرام عليكي بقى. كفايه كده يا ابني بقى، كفايه استعريت مني وكسرت قلبي وجرحتني قدام كل الناس، ودلوقتي مفهمهم ان انا مت. حرام عليك. انا بص يا استاذ هانم، انا همشي واسيب البيت بتاعك، مش عايزه منك اي حاجه، وهدخل الم هدومي. اعتقد يا حسام ان ردي عليك واضح، تمام؟ وانا عارفه من الاول ان مامتك شغاله في البيوت، وانا النهارده جبتها بقى مخصوص علشان اعرفك انت ايه واحنا ايه، تمام؟ اظن الموضوع انتهى. انا مصدومه بجد يا سالي. ما تزعليش يا نهى، المهم يا حبيبتي انك عرفتي قبل فوات الاوان. على فكره انت فاهمه غلط يا حبيبتي، انا مصدومه فيك. انت ازاي تهيني الست كده قدام ابنها؟ لا والله بجد،
وايه كمان؟ والله بجد. وانت مين بقى اداك الحق انك تتكلمي معاها كده؟ انا كنت خايفه عليك يا حبيبتي، علشان كده انا اتصرفت التصرف دوت. وبعدين اساسا الموضوع كله على بعضه ما ينفعش. انا اسف ان انا ما عرفتكش حاجه زي دي. انا لسه عند قرار وعاوز اتجوزك، وكلام اختك كله غلط، ما ينفعش اللي قالته ده، بس انا هسامحها عشانك انت. انا هدخل اخد امي عشان امشي. امي بالله عليك سامحيني، يعني مش ولا قصدي. امك ولا اي حاجه، انت خلاص امك ماتت، بتكلمني ليه وتقول لي يما؟ خلاص يا امي أنا مش بالله أم حد. عليك. انا اسف انا انا خلاص اسف. مات. بس يا طنط بس ما خلاص موتني وانا عايشه على وش الدنيا. حقك عليا والله، زلت لساني مش خلاص حرام قصدي. عليك، حرام عليك، ده انت خلتني وشي في الارض من الناس كلها، ده انت أنا- كسفتني قدام كل الناس. أنا آسف. ده انا مكسوره ظهري عليك من زمان، أنا- وبقول ماشي بكره ربنا يهديه ويشتغل، وبعد كده تخليني انا اموت. حرام عليك يا اخي. انا خلاص غلطان. عليك بس بجد ما تزعليش بجد يا طنط. انت لو مكانه هتخلي ان امك هي اللي ماتت؟ ما والله حرام بيزعل عليك. لنا برضه ان هو عمل كده، بس لا خلاص عشان حتى لو الام دي ايه، المفروض الابن ما يقولش عليها ماتت، ده الام دي كنز في حياه البني ادم، يقول عليها ماتت. حرام عليك يا شيخ. يا امي والله العظيم انا انا خلاص تعبت منك ومش عايز تتعلم. انا والله العظيم ما هسامح نفسي، والله العظيم جزمتك دي تشرفني وتشرف اي لو حد. كانت تشرفك ما كنتش قلت عليها. حقك عليا والله ما انت اعرفش. نهيتني من حياتك، عايزني تاني ايه؟ انت عايزني ايه؟ سيبني بقى، سيبني، حرام عليك بقى. انا اسف والله العظيم، حقك عليا وربنا خلاص ما معلش قصدي. بس يا طنط، معلش سامحيني بس. انا اسف والله العظيم، جزمتك دي فوق راسي وفوق راس اي حد. حقك عليا والله العظيم، والله العظيم غلطه وربنا بيسامح. حقك خلاص عليا، معلش يا طنط. حقك عليا. المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ سامحيني بس. سامحيني بس عشان خاطري انا، حقك عشان عليا. خاطري انا بس سامحيني. والاهانه اللي انا اتهنتها دي، انا اسف في كل ده، بس حقك عليا.